هي دي اللي انت متجوزها؟ دي جملة سمعتها من صاحب عمري بعد ما شاف مراتي في عزومة كبيرة المدير كان عازمنا عليها، ومن كسوفي خدتها وروحنا البيت على طول. سبتها ونمت في أوضة الأطفال برغم إنها اتجرحت من كلام صاحبي، وأنا سكت ومردتش عليه. وتصرفي في الموقف ده طبيعي لأني ما بحبهاش خالص، مجرد بنت ملامحها مش حلوة اتجوزتها بأقل التكاليف في شقة صغيرة ما فيهاش مطبخ الحتى، الوحيدة اللي قبلت بظروفي. وفي الخطوبة جبت لها دبلة يدوب، وبعد الجواز أخدتها بعتها على طول. كنت بدور على نفسي بره مع بنت تانية غيرها، كانت بتشوف رسايلي معاهم وكانت بتعيط وتسكت علشان آخر مرة واجهتني فيها ضربتها. كانت بتهتم بيا وبتراعي ربنا فيا، وكانت راضية بشكلها وكل أمنيتها في الحياة بيت هادي وطفل سوي مني. بس أنا حرمتها من أبسط حقوقها، ما كنتش بقول لها كلمة تجبر الخاطر، ولا افتكر في مرة فرحتها بحاجة. كانت دايما تلفت نظري وتقولي فلان جاب لمراته وردة وقال لها بحبك، وفلان بيفسح مراته، وفلان بيقعد مع مراته في البلكونة. أنا كنت بطنش الكلام، وكل ما كنت بدخل الشقة كنت بلاقيها مشغلة قرآن وماشية معطر وعاملة شعرها بطريقة حلوة جدا، طبخة الأكل اللي أنا بحبه. بس كنت كل اللي بعمله إني باكل وأقول لها الأكل حلو النهاردة. حتى لما كانت تقولي الأكل بس اللي حلو كنت برد عليها وأقول لها هو في حاجة تانية حلوة؟ فضلنا كده لحد ما في يوم قلت لها تروح لأهلها يومين، ولما رجعت فجأة بدون ما تقولي لقت ست معايا في الشقة. أنا وقتها حسيت بصوت قلبها وهو بيتكسر مليون حتة، ومن جبروتي عليها زعقت لها وقلت لها ازاي تيجي فجأة من غير ما تعرفيني. لقيتها سكتت ودخلت الأوضة وانهارت في العياط، والست اللي كانت معايا مشيت. قعدت في الصالة وانا مستغرب نفسي، ازاي ابقى وحش للدرجة دي لمجرد ان شكلها مش مقبول بالنسبة لي. دخلت الأوضة وحطيت ايدي على كتفها، لقيتها انتفضت ومسكت ايدي بعدتها عنها كأنها نار لمستها. ما كنتش عارف اقول ايه، فقلت لها انا اسف وسبت الشقة ومشيت. بقيت كل يوم بشتري كل حاجة بتحبها وبعملها كويس وبكل حب، وبساعدها في شغل البيت، بس كانت خلاص مطفية، ما بقتش قادرة تفرح تاني، خلاص قلبها مات من ناحيتي. شدتها من ايديها وقعدتها وقلت لها اعمل ايه تاني عشان تفرحي؟ غلطت في حقك كتير ومعترف، وبعدين مش قلتي قبل كده انك سامحتيني؟ لقيتها بتضحك بوجع وبتقولي ومين قال ان مسامحتنا لحد وكلامنا معاه بعد غلطه فينا تخلينا نرجع الود اللي بينا؟ المسامحة دي حق ربنا، اما رجوع المحبة حقنا احنا، والقلوب ملك لله مش ملكنا. التسامح فله ألف باب، والود فبابه اتكسر خلاص. كلامها نزل على قلبي كسره. بلعت ريقي وبصيت لملامحها اللي كانت منورة بشكل غير طبيعي، وضحكتها الجميلة برغم كسرتها وحزنها. أول مرة أعرف إن ملامحها هادية وتتحب. حسيت إني عاوز أفضل أحضنها وما سيبهاش لحظة، بس للأسف ما بقاش ينفع. ده كان حقي فيها وأنا خلاص خسرته بنفسي. سكت وقلت لها ليه ما كنتيش بتقولي لأهلك لما بزعقلك؟ ردت وقالت أهلي ما يفرقوش حاجة عنك، محدش فيهم هيجيب لي حقي. جوزوني اي جوازة وبخسوا بيا علشان شكلي، ودلوقتي هيخافوا يطلقوني علشان ممكن محدش يتجوزني تاني. انا جيت الدنيا لوحدي ومليش فيها غير ربنا. قالت كلامها ونامت وما صحيتش تاني. للأسف ماتت أطيب حد قدم لي كل حاجة حلوة بدون أي مقابل. ماتت اللي حسستني إني ليا قيمة وإني بني آدم بجد. ماتت أكتر حد حبيته وأنا معرفش. بقالي 10 سنين مش عارف أبص في وش ست تانية. وحشتني معاملتها الطيبة، الجو الهادي اللي كانت عاملاه في البيت. ماتت وسابت حياتي عبارة عن خراب. أنا واحد جاي من المستقبل بنصحك وبقولك بلاش تكسر قلب مراتك لأي سبب مهما كان، وحافظ على قلبها علشان مش هتلاقي قلب أطيب منه. مش تخليها تجري لحد غيرك تحكي له همومها، وخليك صاحبها وحبيبها وسندها. بلاش تكسرهم علشان كسرتهم مش سهلة، ولازم تكون عارف ان مفيش ست كاملة. مراتك اللي ملامحها مش عاجباك لو شفتها اخر ست في الدنيا وحبيتها مش هتشوف غيرها. ومفيش اي ست حلوة الا وفيها عيوب، ومش اي حد يعرف يتعايش معاها ويقبلها. لو رضيت بنصيبك وبطلت تبص في رزق غيرك وعرفت قيمة الست اللي معاك هتعيش في جنتين، جنة الدنيا معاها وانت مبسوط حتى لو فيها عيوب، وجنة الآخرة معاها برضو
وهي كاملة مفيهاش أي عيوب.